مصدر من الاهلي يعلنها: الاهلي يدرس مخاطبة وزير الرياضة بانه يبعت لجان تفتيش على كل الاندية، الاهلي والزمالك وبيراميدز وكل الاندية، بعد اتهام الاهلي بالتهرب من الضرائب من اجل الكشف عن الحقيقة. تعرف على ما يحدث. اكد النادي الاهلي على انه ملتزم بسداد الضرائب والعقود كلها مظبوطة، ومفيش حاجة اسمها ان النادي الاهلي بيسجل عقود بقيمة مالية اقل بكثير من القيمة المتفق عليها مع اللاعب واللي بتدفع للاعب سنويا، وان النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده. ودلوقتي بقى الاعلام الزملكاوي والبيراميدزاوي اللي بيتهم النادي الاهلي بالتهرب الضريبي، النادي الاهلي بيدرس دلوقتي بالرد عليهم باقصى رد، وهو مطالبة وزير الرياضة بالتدخل في هذا الأمر، خاصة بعد تصريحات وزير الرياضة في حواره مع أحمد موسى، واللي أكد خلال حواره على أنه لن يسمح بتهرب أي نادي من الضرائب. لذا الأهلي بيدرس أنه يسبق بالموضوع ويبعت خطاب لوزير الرياضة يطلب منه إرسال لجان تفتيش من الضرائب على الأهلي والزمالك وبيراميدز لاكتشاف الحقيقة، لأن الأهلي واثق أن اللي بيتهرب من الضرائب هو الزمالك وبيراميدز.